قدم الفنان محمود عبد المغني في موسم رمضان 2023 شخصية حقيقية من خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101، وهو الشهيد عقيد محمد هارون، واحد من أبطال القوات المسلحة في سيناء. العقيد محمد هارون كان متمركز في كمين الجورة، ووجوده كان صمام أمام المصريين ورعب للإرهابيين اللي محاولتهم للهجوم على الكمين دايما بتفشل. في لقائنا مع محمود عبد المغني وصف لنا الشهيد هارون بأسد سيناء، وكشف لنا كمان عن شعوره بالمشاركة في المسلسل. صباح الخير يا رجاله. صباح الخير يا فندم. الرجاله ما صحيتش ولا ايه؟ صباح الخير يا رجاله. صباح الخير يا فندم. ايوه كده. اليوم النهارده شكله هادي اهو. انت هتنق يا جوده ولا ايه؟ لا يدخلوا علينا ولا حاجه؟ ما يدخلوا يا فندم. وحش ينور. شارك الفنان محمود عبد المغني كضيف شرف في موسم رمضان 2023 في مسلسل الكتيبة 101 بدور البطل الشهيد محمد هارون. اولا انا مبسوط اني اشتركت فيه، طبعا هو ينسب لابطاله وصناعه، انا كنت مجرد ضيف شرف بحاول اوصل المقدم محمد هارون بالشكل اللي يليق بيه وبالشكل التضحيه الكبيره اللي عملها. ذاكرت وعشت تفاصيله الله يرحمه ويحسن اليه، فاتمنى اني اوصل احساس واحد من اللي كان جوه الراجل البطل ده، اسد سينا بجد يعني. انتوا الاربعه بس اللي فاضلين؟ المقدم دردين يا فندم، نال كلهم مصابين الكمين اللي بعدينا، واحنا فضلنا معاهم عشان نعطلهم ومحدش يقتحم من الكمين. وحوش رجاله وحوش، سبتوا وحافظتوا على الكمين. الله ينور يا رجاله. جوده يا فندم. اخلي المصابين، هطمن على درديري واطلع على الكمين الرفاعي. تمام يا فندم. المسلسل ما كانش المشاركة الأولى لعبد المغني في الأعمال الدرامية الوطنية، فسبق وشارك في مسلسل العائدون في رمضان 2022، وكان لازم نعرف منه إزاي بيشوف تأثير الأعمال الوطنية على الجمهور المصري. شوف تأثيره على الناس وعلى الشباب، لازم يعرفوا أبطالهم ولازم يقربوا منهم. المعنى اللي أنا عايز أقوله إن إحنا عندنا بطولات بجد وتضحيات بجد، فلازم الشباب يعرفوها ويشوفوها ويعرفوا إن إحنا عندنا أبطال حقيقيين يعني. درديري درديري. عمر يا حبيبي، عايزك تعرف ان انا بحبك قوي قوي يا عمر، وان احلى حاجه في الدنيا انك تكون شهيد، لان الشهيد بيروح الجنه يا عمر وبيبقى في مكان كبير قوي عند ربنا. خد بالك من ماما ومن جد ومن تيتا، انا سايب معاهم راجل، ولازم تختم القرآن يا حبيبي زي ما اتفقنا. ولما ماما تسألك بابا قال لك ايه، قولها ان انا بحبكم قوي يا عمر، قوي يا حبيبي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.